بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع الآذان وأخطاء المؤذنين. موضوع الأذان موضوع مهم جدا، وأهميته ترجع إلى أن الأذان بيتكرر في اليوم 5 مرات. 5 مرات بيرفع فيه الأذان، وبالتالي فهو مهم جدا لدى الأذان، مهم جدا لدى الأذان اللي هي الودن يعني. الأذان هي الوسيلة اللي شرعها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمع المسلمين للصلاة. في الحديث الصحيح جاء في حديث عبد الله بن زيد أنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا، فقلت: يا عبد الله. قال: ما تصنع؟ قال: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفأدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. فقال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هي 4 مرات. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرة واحدة. ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: وتقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق، إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. احنا بقى هنقف على الجملة دي، فإنه أندى صوتا منك. ما قالش أقوى صوتا، ما قالش أعلى صوتا، ولكن قال فإنه أندى صوتا منك. حديث رواه أبو داود وابن ماجه وأخرجه الألباني وقال حديث حسن. احنا الأيام دي بنعاني أشد المعاناة في رفع الأذان بسبب حتة إيه بقى؟ فإنه أندى صوتا منك. الأصوات اللي بيرفع بها الأذان حاليا يعني تؤول إلى الكارثة، تؤول إلى الكارثة، تقدر تقول إنها فعلا كارثة. أصوات قبيحة، أصوات رديئة بترفع الأذان، وفوق ده كله حط بقى عليها بقى أخطاء المؤذنين اللي احنا افترض ان احنا نتكلم فيها. يعني يا ريت الصوت حلو، وفي أخطاء هنقدر ان احنا نقومها في نطق الحروف، لا، إنما بنجد مفيش خالص خالص. والقصة كمان إنك بتجد دلوقتي الزوايا كتير في الأماكن الشعبية، فوقت ما بيرفع الأذان بتلاقي يعني يجي مش أقل من 10-15 ميكروفون، وكل واحد ب10-15 صوت، اللي يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ما بدعيش إن احنا نمنع الأذان، لا تفتكروني علماني ولا لا خالص. بس احنا عايزين نتعود ان احنا يعني عايزين نمشي صح، يعني يبقى الطريقة صح. ايه الصح؟ ان لازم الصوت يبقى طيب، الصوت حلو يا جماعة. يلي صوتك وحش يعني راعوا ربنا في الأذان ده، اسكت ما تأذنش، او على الأقل ما تأذنش في ميكروفون يا اخي. صح دلوقتي يعني مش يعني الوسائل التكنولوجية والإذاعة والإنترنت، يعني الكل بيعرف وقت الأذان، خلاص الكل بيعرف وقت الأذان وبيقوم يصلي. فلو انت معلش يعني صوتك يعني على قده، يعني ارحمنا ما تأذنش. عايز تأذن ومفيش غيرك في المكان
خلاص أذن يا عم أذن على الباب. إنما مش لازم من كمية الميكروفونات الرهيبة دي والأصوات يعني شيء بشع بشع بجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شوف قال إيه؟ فإنه أندى صوتا منك. أندى. شوف بقى صوت النبي صلى الله عليه وسلم ده سميع كبير قوي، بيحب يسمع. لا ما هو لو على الناقوس ولا أي آلة يتقال بيها الأذان خلاص خلصت القصة. إنما هو عايز الناس تسمع، وهو بيحب بيحب الجمال، بيحب النغم. أندى صوت نبي، صوت حلو. فيعني رجاء احنا بنستجدي العاطف للسادة المؤذنين العمالقة اللي بيأذنوا وأصواتهم يعني مش عارف أقول إيه. يا ريت يا جماعة وانت عارف ان صوتك وحش، خد بالك اصل اللي صوته وحش عارف ان صوته وحش. تمام؟ فراعي ربنا واسكت. شوف حد غير، دور على حد غيرك يكون صوته كويس، يرفع الأذان يسمع الناس. الصوت الحلو ده شيء جميل جدا. طيب احنا عندنا الصوت الحلو، عندنا الصوت والخامة الطيبة. طيب ناخد بالنا من ايه بقى؟ ناخد بالنا من طريقة النطق. طب ايه الأخطاء اللي بيقع فيها المؤذنين؟ خد بالك، أول خطأ واللي بنلاحظه، الأخطاء اللي احنا بنلاحظها بنسمعها، يجي يقول لك ايه؟ الله أكبر. يقول لك ازاي بقى؟ الله أكبر. ما ينفعش. انت كده حطيت حرف العطف بين الله وبين أكبر، بقى فيه واو. الله أكبر. لا خد بالك بقى، خد بالك. الله أكبر، الهي مضمومة كده، هو مش وا، لا هو. الله أكبر. تمام؟ يبقى ده أول حاجة خد بالك منها، ما تحطيش عطف. طيب الحاجة الثانية، الكاف مش جيم. ما تقولش الله أكبر، لا الله أكبر. ده اللي احنا يعني اللي احنا بنسمعه، واللي من الأخطاء اللي بتصدر لنا بالجنة. الله أكبر، مش لا أكبر. أشهد أن لا إله. النون هنا مضغمة في اللام. أشهد أن مش إيه بقى؟ مش أشهد أن لا إله، لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. وتظبط الشد ده كويس قوي. حي على الصلاة، لا مش الصلاة. حي على الصلاة، اللام هنا رقيق مش متفخمة. انت ما بتأذنش بورش، لا. حي على الصلاة، حي على الفلاح، ما فيهاش حاجة دي. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. طيب لو جينا نشوف كناحية نغمية، ايه أنواع الأذانات؟ أنا عندي في أذان رصد، وده مشهور بيه عمنا الشيخ مصطفى اسماعيل. بيتقال ازاي؟ الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. ده أذان الرصد. عندنا أذان الحجاج، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. ده أذان الحجاج. عندنا أذان سيك، الله أكبر الله أكبر. وده مشهور بيه قوي عمنا الشيخ محمد رفعت. أذان الحجاج اللي فات مشهور بيه الشيخ النقشبندي والشيخ محمد أنور. تمام؟
عندنا أذان بياتي ومشهور به الشيخ رمضان، الشيخ محمد رمضان. يقول ازاي؟ الله أكبر الله أكبر. ده الطراز المصري في الأذان، ده الطراز المصري في الأذان. وعندنا الطراز السعودي، حاجة رائعة، حاجة رائعة، الطراز السعودي في الأذان. الأذان السعودي له الطابع الجميل، جميل قوي، اللي أول ما يرفع الأذان اللي على الستايل السعودي ده، على طول روحك تروح للحرمين، سواء الحرم المكي أو الحرم المدني. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أنا مش عارف أجيبه قوي بصراحة سأكون يعني صريح معاكم، بس جميل 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 جدا. أهو ده اللي احنا عايزينه بقى، يعني ده اللي احنا عايزينه. عايزين نخش جوه الطراز المصري في الأذان بتاعنا، تمام؟ عايزين نخش جوه الطراز السعودي، ماشي. يا ريت نلاقي شوارعنا ونلاقي الأذان اللي بيترفع على السعودي ده في مصر كلها، يا ريت. بس نسمع يعني بجد نسمع، لأن يعني أصل ده 5 مرات. أنا عايز أقول لكم إن أنا في جامع جنبية في صلاة الفجر، أنا قمت مفزوع من صوت المؤذن، صوت مرعب والله ما بهرج، صوت في قمة رعب بالليل كده. يعني انت نايم ومغمض عينك وعمال تحلم وفجأة تقوم مفزوع، ايه ده مؤذن الأذان الفجر، لا حول ولا قوة إلا بالله، للدرجة دي ما بهرجش بجد. فاحنا عايزين نحيي موضوع السمع ده مهم جدا، والنبي مؤكد عليه، يعني سيدنا رسول الله مؤكد على كده، أندى صوتا منك. يعني قوم انت يا سيدنا بلال، قوم يا بلال، قول سمعنا، ورينا بقى نسمع. ما احنا هم كانوا محتارين في موضوع الأذان، يا ترى يعملوا زي النصارى ولا يعملوا زي اليهود ولا ايه؟ فربنا يعني أوحى، يعني جيب بالرؤية الصادقة، قول كذا وكذا 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 وكذا، تمام؟ طب يبقى اللي هيقول ايه؟ اللي هيقول عنصر بشري، يبقى ده عنصر بشري، يبقى لازم صوته كويس، لازم يبقى صوته كويس. فيعني انا بترجى وارجو من الله ان موضوع الاذان ده ان احنا فعلا نظبطه في مجتمعنا المصري بالذات، لان الموضوع كده بقى يعني بقى ايه، بقى فيه لا بقى مش حلو، بقى مش كويس، لان الاذان ده عنصر مهم جدا. 5 مرات بنقعد نسمعه، تمام؟ وهو الدعوة للصلاة، الدعوة يلا يا جماعة نصلي، فبالتالي لازم يكون على احسن اداء واحسن صوت، بقوة، بعلو صوت، بنبرة طيبة، تمام؟ نقدر ان احنا فعلا نحبب فيها الشباب والاولاد ان هم يقبلوا على الصلوات الخمس ان شاء الله. اتمنى من الله ان يكون يعني وصلت المعلومة كويس، وارجوك تفهموني. انا ما بدعوش الى علمانية ولا ان احنا نلغي الاذان ولا لا 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 خالص. ده انا عايز يبقى 50 ميكروفون في الشارع، تمام؟ ب50 صوت حلو، ابقى قاعد محتار مش عارف اسمع ده ولا اسمع ده، اسمع اذان الرصد ولا اسمع اذان الحجاز ولا اسمع الاذان اللي على الطراز السعودي بتاع الحرم المكي. تبقى حاجة جميلة، حاجة شيقة. انما بالوضع الحالي لا، ده اللي انا مقصودي من الفيديو ده. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.